السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قصتنا جميلة جدا، وقصة رومانسية حب. دام سنتين. بداية الحب كانت من السوشيال ميديا، فيسبوك، من جروب مغني مشهور. ابتدت العلاقة بلايك، إعجاب، كومنت. آه، حكايتنا النهاردة بجد حكاية مشوقة جدا، حكاية من الواقع، حقيقي 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 فعلا. حكاية إنسانة جميلة ورايقة جدا، وإحساسها عالي جدا، مع شاب مصري جدع برضو، وكان بيبادلها نفس الحب والإحساس. طبعا القصة ابتدت زي ما قلت في السوشيال ميديا، وطورت الأحداث، ويتكلموا مع بعض. طبعا بالرغم من المسافة بينهم، دي طبعا أسبانيا وده مصر. فكان دايما بيتواصلوا مع بعض من عن طريق الفيسبوك وفيديو لايف مع بعض. بس للأسف الشديد، بعد سنتين دخل طرف تالت في علاقتهم. ده اللي هو خلاهم بعد كده يبتدوا بقى ايه، يعيدوا النظر في كل حاجة ويعيشوا الواقع. كانوا مع بعض عايشين الخيال وحياة جميلة ورومانسية فوق ما حد يتخيل. لما دخل الطرف التالت ده، وللأسف الشديد إن هي سمحت إن الطرف التالت يخش بينهم. آه، ابتدى طبعا الشاب المصري يشوف في حاجة غلط، اتغيرت في مشاعرها، وحبها ابتدى في حاجة مش مظبوطة. ما بقتش زي الأول، ما بقتش تتكلم، برغم كان على طول بيتكلموا، وعلى طول في محادثات مع بعضيهم، ودايما بيشوفوا بعض، ومكانش بيتأخروا مع بعض. للأسف الشديد الطرف التالت في أي علاقة بيدمرها مهما كان درجة الحب. المهم، وقت من الأوقات آه الشاب المصري ده قال لها: احنا على علاقة من بعض بقالنا سنتين، ليه ما نقربش من بعض أكتر، وتيجي بلدي وتشوفيها وتغيري جو وتستمتعي بالحاجات الجميلة اللي فيها. طبعا هي في البداية رفضت. إن هي طبعا هي مش من المستوى بتاعها، مستوى يعني متوسط، فما عندهاش الاستعداد اللي هي ممكن تيجي من بلد لبلد. فهو عرض عليها برضه ان هو يساعدها، وان هي تيجي مصر والعلاقة بتاعتهم تتطور وتكبر. بس الحمد لله رب العالمين ان هي كل واحد فيهم بان على حقيقته. كانت المشكلة من عندها. لو عجبك الفيديو ما تحرمنيش من اللايك